لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائي المشاهدين وأخواتي المشاهدات، هذه هي حلقة أخرى من حلقات برنامجنا الموسوم بمناسك الحج والعمرة، وهذه الحلقة سوف نكمل من خلالها ما بدأناه في الحلقات السابقة، فنحييكم تحية الإسلام ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك أحييكم لك. إخواني الحجاج، وأحييكن أخواتي الحاجات، ونرحب بكم مكملين في هذه الحلقة ما ابتدأناه في الحلقات السابقة. وكان حديث حلقاتنا السابقة هو كيفية الإحرام، وكان التركيز على إحرام الأخوة الرجال، كيفية إحرام الرجال للعمرة، عمرة التمتع. احنا ذكرنا سابقا بأن حجة الإسلام متكونة من نسكين، من عملين رئيسيين. النسك الأول يقال له عمرة التمتع، والنسك الثاني هو حجة الإسلام. وعمرة التمتع فيها 5 أعمال. العمل الأول الإحرام والطواف حول الكعبة وصلاة الطواف والسعي بين الصفا والمروة 7 أشواط والتقصير، وبه تنتهي عمرة التمتع. ثم يحل الإنسان من إحرامه منتظرا يوم 9 من شهر ذي الحجة كي يحرم من مكة لحجة الإسلام، وفيها 13 عمل. الآن أحرمنا لعمرة التمتع، نحب نركز اليوم على إحرام النساء وكيفية إحرام النساء، وما يتعلق بإحرام النساء وما تمتاز به المرأة عن الرجال في كيفية إحرامها وفي إحرامها. فطبعا احنا نقول بالنسبة للأخوات النساء أيضا في الميقات اللي هو مسجد الشجرة، إذا كان مرورنا عن طريق المدينة مسجد الشجرة هو الميقات. والأخوات في الميقات أيضا يستحب لهن الاغتسال، غسل الإحرام، وعند الاغتسال يستحب قراءة الدعاء المعروف الخاص بهذا الشأن، ومن ثم يلبسن ثياب الإحرام. وثياب الإحرام هي في الحقيقة يشترط فيها أن تكون ساترة لجميع البدن، ساترة لجميع البدن، يعني كأنها تصلي حالها حال الصلاة. هاي الملابس الإحرامية اللي تكون شاملة لكل البدن، طبعا هي خاصة إذا كانت أمام الأجانب. أما في البيت أو في الفندق أو بين أخواتها النساء يمكنها أن تتخلى عن بعض القطع، يعني يمكنها أن تبرز شعرها أمام أخوات النساء أو أمام محارمها ولا إشكال. كلامنا أنه إحرام المرأة هو بالنية والتلبية. المرأة إنما تحرم عندما تنوي، ومعنى النية يعني
يعني الهدف من مجيئها إلى الميقات ومن هذا السفر، فتقول أحرم لعمرة التمتع لحجة الإسلام قربة إلى الله تعالى، ثم تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. فلذلك المرأة تلبس إحراماتها وتنوي وتلبي فتكون محرمة. لكن لو أن مثلا امرأة تسأل تقول أنا مثلا إذا كان مكان خاص عندي بالنساء، مثلا في مكان الحمامات المخصصة، زين، وما لابسة كل ملابس الإحرام مالتي، يعني مثلا قبل أن أرتدي الحجاب، هل يصير أحرم أنوي وألبي؟ بعبارة أخرى يعني تسأل المرأة، قد تسأل امرأة تقول بأنه أنا قبل لا ألبس ربطة أو ألبس المقنعة شعري بعد طالع في مكان مخصوص بالنساء، طبعا بشرط أن لا يكون أمام الأجانب، هل في هذه الحالة يصير أنوي وألبي لو إلا ألبس المقنعة وألبس الإحرام؟ هل يشترط يا لا؟ لا يشترط ذلك، يجوز لها أن تنوي وتلبي بأي حالة من الحالات. المهم نحتاج أن تكون نيتها وتلبيتها في الميقات في المكان المخصوص للإحرام. بل هذا تقريبا خلاصة المسألة فيما يتعلق بأحكام النساء. إذا هسه عندكم فد سؤال يتعلق بالإحرام الأخوات النساء، إذا عندكم فد سؤال تفضلوا قبل أن نحول إلى مسألة أخرى، وهي مسألة إن شاء الله محرمات الإحرام. قبل أن ندخل محرمات الإحرام إذا عندكم سؤال سماحة الشيخ تسمحوا لي؟ تفضل. بالنسبة للإحرام ذكرت للرجال أكو إحرام خاص، للمرأة كذلك أكو إحرام خاص، أم أستطيع أن أحرم بهذه الملابس اللي جاي بها؟ بلى، الجواب أنه لا يوجد طريقة أو إحرام أو ملابس خاصة للنساء. يمكن للمرأة كما أنا ذكرت من دون ملابس الحجاب تنوي وتلبي وإشكال ماكو. يجوز للمرأة أن تحرم بهاي العباية، أنت لابسة عباية وربطة، هذا حجابك اللي عادي تلبسيه هنا بمنطقتك ولايتك، اللي كنتي لابسته بمنطقتك ولايتك نفسه تقدرين تحرمين به، ماكو شيء ممنوع عليك إلا بملابسك أمرين ممنوع عليك. أولا الحرير، زين، ما يجوز لك تحرمين بملابس الحرير، زين، مع أنه يجوز لك بالأيام العادية تلبسين حرير طبيعي، لكن في الإحرام ممنوع تلبسين حرير. والممنوع الثاني هو ملابس الزينة، إذا كان ملابسك أكو زينة تطريز زين دانتيل أو ذن الأمور ماكو، ما يجوز. ليش؟ لأنه يحرم كما سوف يأتي إن شاء الله نبين، يحرم على المحرم والمحرمة أن يتزينوا في أثناء الإحرام. بعض المحلات احنا شفنا بعض الأخوات اشترن إحرام من السوق حاطات دانتيل ملون، من هنا دانتيل، زين، المقنعة حاطين لها دانتيل وحاطين فوقها موردة تفلونة، هيك شغلات، يتصورون أنهم فد قضية عادية. هي لا، ترى ما يحاولوا تتأكدون الأخت إحرامها زين، الأخت إحرامها متواضع وعادي أصلا، يعني لا بي نقشة ولا بي تطريز ولا بي وردة مثلا. هذا الإحرام الطبيعي اللي يصححوه العلماء، بالشرط أن لا يكون بي زينة، يعني مو بي دانتيلات ملونة وغير ذلك. لا بد للمحرمة أن تحرم بالنية والتلبية، أما الملابس فهي حرة تلبس ما شاءت، ويمكنها أن تحرم بأي ملابس بشرط أن لا تكون من ملابس الزينة. ثم عندنا كلام آخر أنه الكفوف ممنوعة على النساء، اللي يسموها القفازات، الكفوف جفوف يعني، والجفوف شكلين يجي إن شاء الله نبينها بشكليها، زين، حرام وممنوعة. وأيضا لا يجوز لها أن تغطي وجهها أو جزء من وجهها، لا بد للمحرمة أن تبرز وجهها في حالات الإحرام. هذا عندنا تفاصيل إن شاء الله، ونأجل بعض الأسئلة اللي عندكم إن شاء الله إلى الآتي من البيان، حيث يعني الآن سوف نبدأ إن شاء الله من الآن نبين محرمات الإحرام. الآن أنتم حسب الفرضية، أنتم الآن في ميقات مسجد الشجرة، فرضوا نفسكم من ميقات مسجد الشجرة أو في الجحفة، طبعا المواقيت 5. غالب الحجاج يروحون المسجد الشجرة، خصوصا العراقيين أكثرهم يروحون لمسجد الشجرة.
من تحرمون من مسجد الشجرة، الآن تأتي عندكم كما ذكرت أنا سابقا، تأتي عندكم محرمات، يعني الشارع المقدس يحرم عليكم بل عدة محرمات. هاي المحرمات تنقسم إلى 3 أشكال. شكل خاصة بالرجال ولا تشمل النساء، زين، مثل التضليل وستر الرأس، هذني حرام على الرجال لكن ليست حرام على النساء. المرأة يصير تغطي راسها، يصير تتظلل بالسيارة، أما الرجال لا. فإذا هاي من المحرمات اللي خاصة بالرجال. قسم منها لا، خاصة بس بالنساء، مثلا تغطية الوجه، حرام على المرأة تغطي وجهها، حرام تلبس قفاز للكفوف، زين. أما من قضية الرجال نشوف لا، يقدر الرجل يغطي وجهه ويقدر يلبس شفوف، إشكال ماكو عليه. وأكو محرمات لا، مشتركة بين الرجل وبين المرأة. يعني شو معناته؟ يعني تقليم الأظافر حرام على رجل، حرام على المرأة. لبس الزينة حرام على رجل، حرام على المرأة. حلق الشعر أو قطع الشعر من البدن، من عموم البدن، حرام على الرجل، حرام على المرأة. فبعض المحرمات إخواني أخواتي حرام فقط على الرجال، النساء ما مشمولات، وبعضها حرام على النساء، الرجال ما مشمولين، وبعضها مشتركة بين الرجال وبين النساء. الآن إن شاء الله بعد هذا الفاصل إن شاء الله نأخذ فاصل، نبدأ ونبين لكم ولكن إن شاء الله مجموعة محرمات الإحرام. وهاي محرمات الإحرام أخواتي قبل لا ندخل بيها هي أهم الأمور اللي يحتاجها المحرم. يعني بعد ما يحرم الإنسان يقول أنا شو أسوي بعد الآن؟ بعض الشبهات تيجي تقول له لسه سوي فلان، لسه سوي فلان، لا، خليه يسأل الشرع، الشرع يقول له شنو يسوي وشنو لسه سوي. يعني مو قضية أنه واحد بكيفه يعجبه وما يعجبه، لا، أكو قانون شرعي، على القانون نمشي، نشوف الشرع يسوغ لنا ناكل فلان حاجة، يسوغ لنا نلتفت، يسوغ لنا كذا. الأمور اللي ابتلائية بزماننا رحنا نحكيهن، مو كل الأمور نحكيهن. يعني بعض الأمور مثلا الصيد احنا ما مبتلين به بزماننا، فاحنا رحنا نختصر الكلام به، لكن اكو امور لا نوسع بها لانها ابتلائيه للحاج وللحاجه او كل منهما على حده. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تمكنا من إنهاء المرحلة الأولى، وهي اللي كان أول عمل في عمرة التمتع، كان لبس الإحرام أو ما يعبر عنه بالإحرام. يعني قلنا إحنا عمرة التمتع 5 أعمال، حفظوهن ذني 5 أعمال عمرة التمتع. الأول الإحرام، الثاني الطواف حول البيت، الثالث الصلاة خلف المقام، خلف مقام إبراهيم، زين، يسموها صلاة الطواف مثل صلاة الصبح. العمل الرابع هو السعي بين الصفا والمروة. العمل الخامس التقصير ونحل من إحرامنا. الآن احنا سوينا الإحرام، يعني لبسنا ملابس الإحرام ونوينا النية مالتنا وسوينا التلبية، قلنا لبيك اللهم لبيك. الآن أسئلة تدور في أذهانكم أنه شو نسوي بعد؟ شنو القضية اللي وراء لبس الإحرام؟ إحنا من لبسنا إحرامنا شنو العمل الثاني؟ نقول لكم رحنا نتوجه إلى مكة، من مسجد الشجرة إلى مكة 450 كيلو، فلا بد أنه هنا نستقل السيارة ونذهب إلى مكة. حتى شنو نسوي؟ حتى نطوف حول الكعبة ونكمل العمرة مالتنا، تكمل بساعتين، أكثر من ساعتين ما تتعطل العمرة. هذا لا تشيلون هم بأنه تعب وكذا، لا، ساعتين تخلص العمرة. لكن أكو عندنا قضية قبل لا نوصل مكة. إحنا الآن هذا الإحرام مالتنا لبسناه، أكو أحكام شرعية تترتب علينا. يقول العلماء نعم،
أنت الآن أحرمت للنسك للعمرة، بعدين راح تحرم للحج. هاي المعلومات اللي رحنا نعطيكم إياها تفيدكم بالعمرة وتفيدكم بالحج، اللي هو يوم 9 ذي الحجة راح تحرمون للحج. أول حكم يجي عليكم أنه الصيد ممنوع. الصيد أكو عندنا شكلين، صيد بر وصيد بحر، صيد البري والصيد البحري. صيد البحري يعني السمك وغيره، وصيد البر يعني الغزال، الأرنب، الطير، زين ولا؟ هذني يسموه صيد البر، اللي يعني الله سبحانه وتعالى حرم على المحرم صيد البر ولم يحرم عليه صيد البحر. صيد البحر حلال، إذا جابوا لك سمكة الآن تأكلها، أما إذا جابوا لك لحم وقالوا لك هذا طير مشوي أو هذا لحم غزال حرام تأكل، حرام الصيد، حرام تأكل، حرام تأشر على الصيد، تدلي الصياد يقول لي ذاك زينهم غزالة ذيش غزالة، حرام تأشر. إذا عندك غزالة كاموشة قبل الإحرام واجب عليك تعيفة، تطلق صراحة، من تحرم لازم تعيفة بعد. التفتوا ولا؟ هذا يعبرون عنه العلماء المحرم الأول وهو الصيد. أما لو كان صيد بحر يجوز تروح تصيد سمكة، أنت الآن جابوا لك سمكة يجوز تأكل، وهذا الحرام ترى على النساء وعلى الرجال، يعني مو خاص بالرجال، حتى لو نخاطب الرجال بس هو يشمل حتى الأخوات المحرمات. هذا العمل الأول، العفو، هذا المحرم الأول، عفوا. المحرم الثاني النساء. يعني شنو النساء؟ يعني واجب على رجل أن يعتزل النساء، واجب على المرأة أن تعتزل الرجال. لكن هذا الاعتزال الفقهاء يخلوا له فقرات. أول شيء المجامعة، ثاني شيء التقبيل بشهوة، يعني يحرم على رجل أن يقبل زوجته بشهوة، ويحرم على الزوجة أن تقبل زوجها بشهوة. طبعا احنا ليش نقول بشهوة؟ لأنه بعض الأوقات مثلا المرأة مثلا الزوجة فوقعت وبكت، أنت تريد تسكتها، مو ولا قبلتها، مو قصدك الشهوة، أنه تريد تسكتها، مو شي؟ هاي القبلة مو حرام، لكن إذا كانت بشهوة تكون حرام. لمس المرأة يعني تكمش إيديها أو تكمش جسمها حرام إذا كان بشهوة. إذا كان لا والله تريد تعبرها الشارع، تريد تنزلها من السيارة، مو قصدك شهوة، هذا إشكال ما بي. إذن التقبيل بشهوة، اللمس بشهوة، النظر بشهوة أيضا حرام. أما النظر العادي لا إشكال ما بي. المداعبة حرام. هاي ايش قصانا النساء؟ عندنا احنا الجماع واللمس والتقبيل والمداعبة والنظر والعقد على المرأة. لا يجوز للمحرم أن يعقد على امرأة، ولا يجوز للمحرم أن تتزوج في هذه الفترة، حتى لو عقد، بس عقد خطوبة، عقد زواج هم ما يجوز. بل لا يجوز أن تكون شاهدا على عقد. إذا أنت محرم ما يجوز لك تروح تشهد على عقد زواج، حتى لو هذولاك محلين، أنت ما يجوز لك تشهد. إذا هذولاك محلين وأنت تروح تعقد لهم، تملكهم بتعبيرنا إحنا، هم ما يجوز. الاستمناء حرام. هذا فيما يتعلق احنا نقول يعني نعبر عنها أحكام تتعلق بالجنسين الذكر والأنثى في حالة الإحرام. وكل ما ذكرنا للرجل أيضا ينطبق على المرأة، مثل ما نقول الرجل يحرم على المرأة، كذلك المرأة تحرم على هذا على زوجها وعلى المرأة هذا وعلى رجل في حالة تلبسها بالإحرام. في هاي الفترة واحد يمتنع عن الآخر. المسألة سهلة، لا تتصوروها معقدة. هو كل عمرتكم قلت لكم ساعتين، عندكم بس 5 ساعات الطريق، يعني كلها نص نهار يعني متكلفكم. فتتصورون مسائل صعبة. أنا أريد بس أحسسكم فتشي أنه الحج كلش سهل للي يتبع التعليمات الشرعية
يعني بتعبيرنا يتبع تعليمات الحملة ومتعهد الحملة والمساعدين، كل مشكلة ما يمر بها. بس اللي يريد ينفرد ويجتهد النفسه، لا، هذا يقع في مشاكل كثيرة، خصوصا الحج. كل ما تكونون مجموعة تمشون سوية، ترجعون سوية، تطوفون سوية، إلكم أفضل، لأنه واحد يذكر الآخر وواحد ينبه الآخر حتى تتجنبون الأخطاء اللي تصيب الآخرين. هسه احنا ذكرنا من مجموع المحرمات 7. زين، الأول ذكرنا الصيد، وذكرنا أنه حرمة الجماع وحرمة اللمس وحرمة النظر والتقبيل والاستمناء وعقد النكاح يعني عقد الزواج والملاعبة والمداعبة. هذني من المحرمات على النساء. نعيد 7. الأول ذكرنا الصيد، وذكرنا مجامعة النساء قلنا حرام، تقبيل النساء قلنا حرام، ولمس المرأة حرام، والنظر إلى المرأة وملاعبتها حرام، والاستمناء حرام، وعقد النكاح حرام. المحرم الثامن هو استعمال الطيب. قبل لا نروح لاستعمال الطيب، اللي عنده سؤال يسأل حول قضية محرمات النساء. ركزوا سؤالكم على ما يتعلق بالنساء. تفضل شيخنا. عندنا في السؤال. تفضل. زين، انا وزوجتي بالعوضنا الاحرام. بلى. يعني يصير تقعد بصف واسولف وياها واحكي وياها، هذا لو اعتزل عنها؟ بلى، احسنت. احنا اللي ذكرناه اخواني انتبهوا جيدا، احنا ما نريد يصير شبهه والقضيه معقده، لا تعقدون القضيه. احنا اللي ذكرنا، بس اللي ذكرناهن حرام، نعيدهن عليكم. الجماع، اللمس بشهوه، ذكرت لكم، ترى انا قلت لكم اللمس شكلين، اللمس بشهوه حرام، النظر بشهوه حرام، التقبيل بشهوه حرام، الملاعبه حرام، المداعبه حرام، النظر حرام. اما تقعدوا وياها تاكلون بسفره واحده بماعون واحد، تسولفون بيناتكم، حتى لو تضحكون بيناتكم اشكال ماكو. تقعد بصفها بالسياره، تقعد بصفك بالسياره، اشكال ماكو. الاشكال فقط بهذين اللي عددناهن. يعني مو تقوم واحد يقوم النوبه يوهوس وما يخليها تحكي وياه ولا تسلم عليه ولا هذا. ليش؟ بس هذن المحرمات اللي ذكرنا لكم اياهن. ارجوكم لا تعقدون القضيه. يعني الحج صحيح هو عمل شاق، بس الله ما يريد هذا الصعوبه الشاقه، هو محدد لك محرمات معينه، هذن اللي حرام عليك. اما اكو بعضهم مثلا نشوفه فتره الاحرام ما يحكي ويا مرته، يقومها من يمه، قومي. ليش؟ زين، اخذتوا الفكره شنو ولا؟ اللي زوجته وياه حتى يحق له ينام وياها بنفس الغرفه، لكن كل واحد يبتعدون عن القضايا الجنسيه بس. اما مو فدنو يبتعد عنها ابتعاد كلي، فيقدر ياكل وياها، يقعدون سويا ياكلون، يقعد بصفه بالسياره، اشكال ماكو. هسه شويه ينطخ بيها، اشكال ماكو. يكمش يديها ينزلها من السياره، اشكال ماكو. يكمش يديها يصعدها بالسياره، اشكال ماكو. هذا كله ما بيه اشكال، يوقفون يسولفون سويه سالفه، مو مشكله. فاحنا نركز بس على المحرمات. فالعلماء يذكرون ان علاقه الرجل مع المراه في الاحرام فقط هذه. وان شاء الله الحلقه القادمه نبين لكم باقي المحرمات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعزائنا المشاهدين، إن شاء الله البقية في الحلقة القادمة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا